بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم. معاكم مستر عمرو حسين. هنشرح إن شاء الله النهاردة نموذج اختبار من كتاب المدرسة على الفصل الدراسي الأول. ركزوا معايا يا جماعة كده إن شاء الله. أي نموذج اختبار موجود في كتاب المدرسة، النماذج دي مهمة جدا جدا في أي مادة، لأن الامتحانات بتيجي منها. فإحنا هنركز إن شاء الله مع بعضنا في النموذج ده، هنحله، وإن شاء الله في حلقات تانية إن شاء الله هنحل النماذج الأخرى. طيب عندنا هنا أول مسألة هنا بيقول لك ربع مليون جنيه بيساوي كام جنيه؟ تمام. طيب اول حاجه نراجع مع بعض كده، نقوله المليون عباره عن ايه؟ عباره عن رقم اللي هو واحد وقدامه كام رقم؟ ست اصفار. يبقى هو رقم مكون من كام رقم؟ مكون من سبعه ارقام. طيب عندنا تلات ارباع مليون بيساوي 750 الف. طيب وعندنا النص مليون بيساوي 500 الف. وعندنا الربع مليون بيساوي كام؟ بيساوي 250 الف. يبقى اذا الربع مليون جنيه بيساوي كام جنيه؟ بيساوي 250 ألف جنيه، اللي هو الاختيار الثالث. طيب بعد كده بقول لك قيمة الرقم 7 في العدد 27351. طيب هو عايز قيمة الرقم. لما يقول لك قيمة الرقم يبقى عايزه بالأرقام، لكن لما يقول لك القيمة المكانية يبقى تقول له أحاد أو عشرات أو مئات. ما تتلخبطش في الحتة دي كويس. تمام. يبقى إذا عندنا رقم 7، عايز قيمة الرقم 7، يبقى حط له الرقم ذات نفسه اللي هو قال لك عليه 7، وابص اللي على اليمين. على يمين الرقم في كام رقم؟ في 3 أرقام، يبقى حط مكانهم كام؟ 3 أصفار. بقى كام كده؟ بقى 7000، اللي هو الاختيار الثالث. تالت مسألة عندي بيقول لك المليار هو أصغر عدد مكون من كام رقم؟ طبعا احنا عارفين كلنا ايه مكون من 10 أرقام، اللي هو الواحد وقدامه 9 أصفار. يبقى إذا المليار هو أصغر عدد مكون من 10 أرقام. المسألة الرابعة بيقول لك 505 متر مربع أكبر أو أصغر من نص كيلو متر مربع، اختار. هنعمل أول حاجة ايه؟ نمسح السبورة بسرعة كده. بصوا يا جماعة، لما نيجي نحل أي مسألة فيها مقارنة، يعني يقول لك أكبر من أو أصغر من، لازم الاتنين يكونوا نفس الإيه؟ من نفس النوع. يعني هنا عندي متر مربع، لازم التاني يكون متر مربع. لو دوت كيلو متر يبقى ده برضو لازم أحوله لكيلو إيه؟ متر. أحول. طب أسهل لي منين؟ من الكيلو متر للمتر. طيب هقول له كده الواحد كيلو متر مربع بيساوي كام؟ بيساوي مليون متر مربع. يبقى إذا النص كيلو متر مربع بيساوي ايه؟ 500 ألف متر مربع. يبقى إذا 505 متر مربع أكبر ولا 500 ألف متر مربع؟ طبعا 500 ألف متر مربع أكبر من إيه؟ من 505 بس. طيب بعد كده بقول لك عاوز عين ميم ألف للعددين 2 و4. عين ميم ألف يعني إيه؟ يعني العامل المشترك الأكبر. تمام كده؟ طيب هقول له الاتنين عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 في 1. تمام، دي طريقة حل. والأربعة عبارة عن كام؟ عبارة عن 2 في 2. طب كام واحد مشترك؟ هنا عندي الاتنين مشترك هنا وهنا، يبقى إذا العامل المشترك الأعلى اللي هو كام؟ اللي هو الاتنين. تمام. طيب بعد كده عايز المضاعف المشترك الأدنى للعددين 3 و6. أحلل هنا، أحلل ال3 وأحلل إيه؟ ال6 بالطريقة اللي أنتوا عارفينها. هقول له كده ال3 واحط هنا ايه؟ عمود. وهنا عندي الستة واحط ايه؟ عمود. احل. التلاتة ده رقم ايه؟ رقم اول، يبقى إذن على نفسه فيها الواحد. والستة ده رقم ايه؟ رقم زوجي، يبقى اول رقم اولي كام؟ اللي هو الاتنين. يبقى 6 على 2 فيها الكام؟ فيها التلاتة. التلاتة دوت رقم اولي، يبقى على نفسه فيها الواحد. يبقى اذا التلاتة بيساوي كام؟ بتساوي 3. والستة بتساوي، طبعا هحط 3 تحت ال3 واقول له في كام؟ في 2. عايز ميم ألف، يبقى اضرب الأعمدة كلها في بعضيها، عمود ال3 واضرب عمود ال2، يبقى ال3 في 2 بكام؟ ب6، اللي هو الاختيار التاني. بعد كده بقول لك العدد نقط يقبل القسمة على 2 و3 و5. طيب هنراجع بسرعة كده مع بعضينا. عندنا مضاعفات الرقم 2. ايه مضاعفات الرقم 2؟ أي رقم يبدأ أحده بصفر أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. طب مضاعفات الرقم 5؟ أي رقم يبدأ أحده بصفر وكام؟ و5. طبعا عندي المشترك ما بينهم كام؟ اللي هو الصفر. أنا عندي رقمين اللي هو العشرة والتلاتين في الاختيارات. طب أنا واحد فيهم بيقبل اسم على الاتنين والتلاتة؟ الاتنين والخمسة.
اللي هو الصفر اللي هو ال10 وال30. طب بقى مين بيبقى اسم على الثلاثه برضو كمان؟ عندي الاثنين والثلاثه والخمسه. طبعا ال10 ما يبقاش اسم على ال30 على الثلاثه، لكن ال30 يقبل اسم على كام؟ على الثلاثه. يبقى اذا ال30 يقبل اسم على الاثنين والثلاثه والخمسه. السؤال اللي بعد كده رقم 8 بيقول لك 3,000,000,003. عشان اجي احل اي مساله من دي لازم الاول اعد الارقام بتاعتي. لما اجي اعد الرقم زي ما اتفقنا في اول السنه بنعمل ايه؟ بنيجي نقسم الرقم من اليمين لثلاث ارقام. ادي واحد اتنين تلاته، واعمل شرطه او اعمل ايه؟ او اعمل ايه؟ كومن. تمام. اللي بعديها واحد اتنين تلاته واعمل برضو ايه؟ شرطه. بعد كده واحد اتنين تلاته شرطه. واحد اتنين تلاته واعمل ايه؟ شرطه. بعد كده واحد اتنين تلاته برضو شرطه. واحد اتنين تلاته واعمل ايه؟ شرطه. وعايز ايه؟ 3,000,000,003. يبقى الأخير يا إما قبل الأخير. الأخير اللي هو بيقول لك كام؟ 3,000,003 لا مش هو ده، لكن اللي قبليه بقى كام؟ 3,000,000 و3000 وكام؟ و3. يبقى الاختيار التالت. أصغر عدد أولي هو الكام؟ هو الاتنين طبعا، والوحيد الزوجي. طيب عندي السؤال رقم 10 بيقول لك 1,100,000 ولا مليون؟ برضو نقسمه برضو هو 1 2 3. 1,100,000. طبعا 1,100,000 أكبر. تمام. المسألة اللي بعد كده بيقول لك مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلية وأنا مغمض كده بيساوي كام؟ 180 درجة. طيب القطران متساويان في الطول في كل من مين ومين؟ طبعا أنا عارف اللي هو المربع والمستطيل، اوعى تتلخبط فيها. لكن القطران متعامدان في مين ومين؟ المربع والمعين. المسألة اللي بعد كده بيقول لك محيط المربع الذي طول ضلعه 4 سنتي أكبر ولا محيط المربع الذي طول ضلعه الذي بعداه 3 و5؟ يعني بعداه، بعداه يعني طوله وعرضه. لازم الأول نراجع القوانين. أنا عندي محيط المربع بيساوي إيه؟ طول الضلع في كام؟ في 4. يبقى شيل طول الضلع واحط الرقم بتاعه. طول الضلع عندي كام هنا؟ ب4. احط ال4 مكانها واقول له في زين زي ما هي ولا 4 زي ما هي. يبقى 4 في 4 بكام؟ ب 16 سنتي. طيب محيط المستطيل يبقى اقول له كده محيط المستطيل بيساوي، القانون بتاعنا بيساوي ايه؟ الطول زائد العرض مجموعهم في كام؟ في 2. يبقى شيل الطول. الطول بكام عندي؟ الطول ب5 زائد العرض بكام؟ ب3. اجمعهم واضربهم في 2. 5 و3 كام؟ 8. 8 في 2 ب 16 سنتي. يعني عندنا 16 وهنا 16. يبقوا الاتنين مالهم؟ يبقوا الاتنين بيساووا بعض. الاختيار الأخير. يقول لك بعد كده برضو المسألة اللي بعديها 99,999 زائد 1. لما اجمعهم يديني كام؟ هيديني 100,000 اللي هو الاختيار الثالث. أكمل كل مما يأتي. بيقول لك العدد الذي عوامله الأولية 2 و5 و7. يا ترى لما اجي اجيب رقم زي ده كده اضرب الارقام كلها في بعض، اللي هو الاتنين في الخمسة في السبعة. 2 في 5 بكام؟ ب10. 10 في 7 ب70. يبقى اذا العدد الذي عمله الاولية 2 و5 و7 اللي هو كام؟ 70. بعد كده بيقول لك 500 في 600. طيب لما اجي كده احل مسألة زي دي كده ويكون عندي ايه؟ رقمين مضروبين في بعض وفيهم اصفار. اول حاجة هعملها ايه؟ انزل الاصفار. انا عندي اهو 50 في 600. انا عندي هنا صفر وصفرين يبقوا كام صفر؟ 1 2 3. وبعد كده اضرب الخمسة في 6 بكام؟ ب30. يبقى اذا 30,000. بعد كده مربع محيطه 36 سنتيمتر يكون طول ضلعه كام؟ انا عندي كده طول الضلع بيساوي ايه؟ بيساوي المحيط على 4. انا عندي هنا طول الضلع المحيط بيساوي كام؟ 36. 36 على 4 فيها الكام؟ فيها التسعة. تمام. طيب المسألة رقم 18 محيط الشكل المقابل. طبعا محيط أي شكل بيساوي إيه؟ مجموع أطوال أضلاعه. يبقى هجمع الضلع ده زائد ده زائد ده زائد ده اللي هو كام؟ 2 زائد 2 زائد 2 زائد 5. 2 و2 4. 4 و2 6. 6 و5 يبقوا كام؟ يبقوا 11 سنتي. طيب عايز ميم ميم ألف للعددين 5 و10. عايز المضاعف المشترك الأدنى للعددين كام؟ 5 و10. هروح حاطط له كده الخمسة هنا إيه؟ في عمود هنا،
والعشرة في عمود تاني. قول له 5 ده رقم أولي يبقى على نفسه فيه الواحد. طب العشرة ده رقم إيه؟ رقم زوجي يبقى على الكام؟ على الاتنين. 10 على الاتنين فيها الكام؟ فيها ال5. أولي يبقى على نفسه فيها الكام؟ فيها الواحد. يبقى إذا ال5 بتساوي 5، والعشرة بيساوي كام؟ ال5 تحت ال5 وأقول له في 2 عشان عندي 5 و2. طيب هو عايز ميم ميم ألف، يبقى هضرب كل الأعمدة في بعضيها، عمود ال5 في عمود الاتنين، يبقى ال5 في 2 بكام؟ ب10. طيب بعد كده بقول لك المسألة رقم 20. 25 في 7 في كام؟ في 4. بصوا يا جماعة، المفروض تبقى انت حافظ الحاجات اللي هكتبها لك دي على السبورة، وخليك معايا قوي وركز فيها واحفظها. لما يجيب لك كده 2 في 5 المفروض ابقى انا عارفهم بكام؟ ب10. طب 2 في 50 بكام؟ ب100. طيب 4 في 25 بكام؟ ب100. طيب 8 في 125 بكام؟ ب1000. الحاجات دي لو حفظتها اي مسألة زي دي كده هتحلها وانت مطمن. طيب انا عندي كده اهو ال25 في 4 بكام؟ ب100. 100 في 7 يبقى 700. سهلة ازاي؟ طيب المسألة رقم 21 بيقول لك في الشكل المقابل أ ب ج د مستطيل. بيقول لك أ ب بالنسبة لد ج مالهم؟ الاتنين قدام بعضهم عاملين رقم كام؟ 11. يبقى إذا مالهم؟ بيوازوا بعض. يبقى إذا أ ب يوازي ب ج. طيب المسألة هنا آخر مسألة في الصفحة دي بيقول لك المثلث أ ب ج في قياس زاوية أ بيساوي 60 وقياس زاوية ب بتساوي 30. إذا قياس زاوية ج بيساوي كام؟ لما يجيب لك مسألة زي دي كده نمسح العصبرة بسرعة. لما يجيب لك زاويتين وعايز التالتة، هقول له الزاوية التالتة بتساوي إيه؟ 180، واطرح منهم مجموع الزاويتين التانيين اللي هو كام؟ 60 زائد 30. يبقى أقول له كده 180 ناقص 60 و30 يبقوا كام؟ يبقوا 90. و180 ناقص 90 يساوي كام؟ 90. يبقى إذا زاوية ج بتساوي 90 درجة. خلينا مع بعض نخش على إيه؟ على الصفحة الأخيرة في النموذج. عندنا يا جماعة المسألة رقم 23 بيقول لك احسب ع م أ لعددين 24 و40. عايز العامل المشترك الأعلى لعددين 24 و40. قبل كده في الصفحة اللي فاتت حلينا إيه؟ مسألة من دي كانت بطريقة ودي الطريقة التانية، يعني طريقة مين؟ التحليل. يبقى أقول له ال 24 كده وحللها، وال 40 برضو. 24 ده رقم إيه؟ زوجي يبقى على الاتنين. 24 على الاتنين فيها كام؟ فيها ال 12 أو نص ال 24 كام؟ 12. زوجي يبقى على الاتنين نص ال 12 كام؟ 6. زوجي يبقى على الاتنين نص 6 كام؟ 3. 3 دوت أولي يبقى على نفسه فيها الواحد. ال 40 برضو رقم إيه؟ زوجي يبقى على الاتنين نص ال 40 20. برضو زوجي يبقى على الاتنين. نص ال 20 كام؟ 10. 10 زوجي يبقى على الاتنين. نص ال 10 كام؟ 5. 5 رقم أولي يبقى على نفسه فيها الواحد. يبقى إذا ال 24 بيساوي 2 في 2 في 2 في 3. وال 40 بيساوي حط هنا إيه؟ في وفي عندي كام؟ 2 هنا، 1 2 3. حط تحت بعضيهم 2 و2 و2. ما عنديش 3 بس عندي كام؟ عندي 5. يبقى إذا ع م أ بيساوي عندي هنا إيه؟ ده الكامل صح كده، وده كده كامل، وعندي العمود ده برضو إيه؟ كامل. واضرب كل كامل في بعضه، يبقى الاتنين في 2 في 2. 2 في 2 ب4، و2 في 4 بكام؟ ب8. يبقى دي بتساوي كام؟ بتساوي 8. بعد كده بيقول لك فندق يحتوي على 180 غرفة موزعة بالإيه؟ بالتساوي على عدد من الطوابق، كل طابق به 15 غرفة. كم طابقا بالفندق؟ هو هنا عامل لك حتى علامة إيه؟ علامة اللي هو الاسم بتاعتنا. يبقى أقول له كده 180 على ال 15. نمسح السبورة بسرعة عشان نحله. طبعا كان في قبل كده فيديو كنت عامله على شرح الاسم المطولة، اللي عايز يراجعه عشان يراجع الاسم المطولة يرجع له إن شاء الله. يبقى أنا عندي كده إيه؟ علامة الاسم المطولة بتاعتي. أقول له 180 على الكام؟ على ال 15، وأعمل شرطة. أقول له 1 بيساوي 2 بيساوي 3 بيساوي 4، ممكن لغاية 9. تمام. 1 في 15 بكام؟ ب 15. 2 في 15 المفروض ب 30، أو ممكن أجمع 5 و5 10. صفر ومعانا الواحد على واحد بقى كام؟ 2. 2 وواحد يبقوا كام؟ يبقوا 3. صفر وخمسة 5. 3 وواحد يبقوا كام؟ 4. 5 و5 10.
صفر ومعاه الواحد على الأربعة بقت كام؟ خمسة. خمسة وواحد يبقوا كام؟ ستة. صفر وخمسة خمسة، وستة وواحد يبقوا كام؟ يبقوا سبعة. طيب عندي هنا رقمين، يبقى اخد ده من جوه كام رقم؟ رقمين. تمام. طيب عندي ايه الرقم اللي اضربه في 15 يديني 18؟ هبص هنا موجود؟ لا. اقرب حاجة كام؟ الواحد اللي هو عند ال 15. يبقى احط الواحد فوق ال 15 تحت واطرح. اقول له 8 ناقص 5 3. واحد ناقص واحد كام؟ صفر. ايه اللي عليه الدور لسه ما نزلش؟ الصفر. بقى كام كده؟ بقى 30. هل هنا في رقم ضربه في 15 دي 30؟ اه عندي كام؟ عند الاتنين. جميل. يبقى احط الاتنين فوق وال30 ايه؟ تحت واطرح. صفر ناقص صفر صفر. 3 ناقص 3 كام؟ صفر. في رقم تاني ما نزلش؟ لا. يبقى كده المسألة خلصت. يبقى خارج اسمها كام؟ 12. يبقى 180 على ال 15 فيها كام؟ فيها ال 12. بعد كده المسألة رقم 25 بيقول لك كده: ارسم مثلث أ ب ج الذي فيه أ ب 5 سنتي، وقياس زاوية أ 40 درجة، وقياس زاوية ب 50 درجة. وبعد كده احسب قياس زاوية ج، ثم حدد نوع المثلث بالنسبة لقياسات زواياه. نمسح بسرعة كده ونعمل ايه؟ ونجيب المسطرة بتاعتنا. تمام. ونعمل ايه؟ ونرسم ايه؟ قطعة مستقيمة طولها 5 سنتي اهي. راح راسم كده قطعة مستقيمة طولها 5 سنتي، واقول له دي اسمها ايه؟ الف، ودي اسمها ب، وطول دي 5 سنتي. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ قياس زاوية الف 40. اروح جايب كده المنقلة بتاعتي، طبعا يبقى انت عندك المنقلة التانية، اقول له دي كام؟ 40 درجة، واجيبها عند مين؟ عند الالف، واروح شادد خط. وبعد كده اعمل ايه؟ هاجي عندي ب واعمل زاوية كام؟ 50 درجة. واروح عامل خط لغاية لما ينقطعوا مع بعض. تمام كده. تمام. طيب القطع عند نقطة مين؟ نقطة ج. أنا عندي ألف كام درجة؟ 40 درجة. وب كام؟ 50 درجة. طيب أجيب دي إزاي بقى؟ هجمع دولت وأطرحهم من 180. يبقى 180 ناقص 40 زائد 50 زي ما عملنا قبل كده اللي هي كام؟ 90. يبقى 180 ناقص 90 بيساوي 90 درجة. يبقى قياس زاوية ج دي زاوية إيه يا جماعة؟ زاوية قائمة أهي 90 درجة. يبقى إذا نوع المثلث بالنسبة لقياس زواياه هو أكبر زاوية فيها كام؟ 90. يبقى إذا نوعه قائم الزاوية في مين؟ في ج. بعد كده بيقول لك اوجد مساحة الجزء المظلل في الشكل إيه؟ حيث الشكل الخارجي عبارة عن مستطيل بعداه، يعني بعداه يعني طوله وعرضه اللي هو 5 سنتي و6 سنتي، والشكل الداخلي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مربع طول ضلعه 4 سنتي. طيب هعمل ايه في الحالة دي؟ هجيب مساحة الشكل الكبير واجيب مساحة الشكل الصغير واطرح الاتنين من بعض يديني الجزء الايه؟ المظلل. يبقى اقول له كده مساحة المستطيل بيساوي ايه؟ الطول، القانون بتاعنا، في العرض. طيب الطول بكام؟ ب6، والعرض بكام؟ ب5. يبقى 5 في 6 ب30. طبعا دي مساحة، يبقى سنتيمتر ايه؟ مربع. وبعد كده اقول له مساحة المربع بيساوي ايه؟ طول الضلع في نفسه. طول الضلع، القوانين دي مهمة. طول الضلع عندي بكام؟ ب4. يبقى 4 في 4 بيساوي 16 سنتيمتر ايه؟ مربع، عشان دي مساحة. بعد كده اقول له مساحة الجزء المظلل، هطرح الكبير من الصغير اللي هو كام؟ 30. هطرح منه 16. يلا بينا. صفر ناقص 6 ما ينفعش، اصرف من اللي جنب واحد، دي بقت 2 ودي بقت كام؟ 10. 10 ناقص 6 تفضل كام؟ يتفضل 4. و2 ناقص 1 تفضل ايه؟ 1. يبقى اذا 14 سنتيمتر مربع. كده يا جماعة الحمد لله خلصنا كده النموذج الأول. وإن شاء الله يعني لو عاوز تراجع أي مسألة اسمع الفيديو تاني مرة واتنين وتلاتة، ولو في أي أسئلة ابعتها لي في القناة هنا إن شاء الله وأرد عليك. وإن شاء الله أشوفكم في حلقات تانية، وما تنساش تعمل اشتراك للقناة عشان يوصلك الحلقات الجديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.